من كام قرن كده طلعت حاجة اسمها الليبرالية، ودي بتقوم على حرية الرأي والصحافة والدين والتجارة وحرية أي حاجة تيجي في بالك. وكمان عرضت المؤسسات السياسية والدينية. قال إيه؟ عشان بيحدوا من حرية الفرد. سيب دي هنرجع لها كمان شوية. المهم إن الموضوع مع الوقت تحول من حرية لحرية مطلقة، ودي كارثة. وظهر بقى التناقض. شوف دي وهتفهم. Как я давно хотел это сделать. В Америку летите? Да, переезжаем. Америка самая свободная страна. Страна возможностей. Вы с мужем летите? Да, мы вместе. Он сейчас подойдет. А вот и мой муж. Знакомьтесь. Эмили. Простите, мистер. Пассажиры позади вас вегетарианцы. Им неприятно, что при них употребляют мясо. Мы же их не заставляем это. Простите, но в США принято придерживаться принципа демократии. Позвольте, я это заберу. الراجل كان هيموت على حتة اللحمة. تيجي المضيفة تقول له اللي وراك نباتيين وهم مش مستريحين من الريحة وتاخدها منه. طب ما هو زي ما الراجل حقه يبقى نباتي، التاني حقه ياكل لحمة برضه. يبقى فين الحرية اللي بتقولوا عليها دي؟ شفت بقى التناقض؟ هو أي نعم الفيديو روسي، بس فعلا ده الواقع في الغرب. وبرضه من فترة كده نزل فيديو لأوروبيين في سوبر ماركت بيكبوا أزايز اللبن عشان هم نباتيين. والله لا تعليق. فهمت ليه الحرية المطلقة ما تنفعش بأي حال من الأحوال؟ لأنك بتسلب حرية ناس تانية. والأنيل بقى يجوا يشككولك في ثوابت الدين ويقولك حرية. المفروض في قاعدة بتنظم الحرية، وده بقى دور الدين والقوانين. عشان كده زي ما قلتلك من شوية بيعارضوا المؤسسات السياسية والدينية، عايزينها سلطتي مولتي. والغريب إن الليبرالية شايفة إن الحرية هي الهدف مش الوسيلة للوصول لشيء معين، اللي هو أنا بعمل كذا عشان أنا حر مفيش سبب. الله يعينهم على دماغهم دي. أمريكا البلد الأكثر ليبرالية وديمقراطية ومهلبية، وفي نفس الوقت من أكثر الدول اللي منتشر فيها العنف والسطو المسلح. أنت متصور إن الأسلحة الشخصية المملوكة في أمريكا 270 مليون قطعة سلاح؟ ده أكبر من عدد العربيات عندهم اللي هو حوالي 265 مليون عربية. وكل ده عشان الدستور الأمريكي مدي حق المواطنين بامتلاك أسلحة. وفي 2013 الرئيس الأمريكي الأسبق أعلن عن خطة يعمل بيها قيود على الأسلحة، وفشلت الخطة دي بسبب إنها ما جابتش عدد الأصوات اللازمة عشان تتنفذ. أنت متخيل؟ قالوا لنا وإحنا صغيرين أنت حر ولم تضر. لازم نفهم إن الحرية هي حرية العقل والفكر، مش حرية التفسخ والانحلال. لازم تفهم إنك المفروض تعملي سبسكرايب عشان تشوف الفيديو اللي بينزل كل أسبوعين، يعني هاخد من وقتك حوالي 3-4 دقايق بس. ولازم نفهم إن حرية الفرد تنتهي عند حرية الآخرين. أمال إيه لازمة القوانين والمبادئ والأخلاق؟ ليه أي حاجة قذرة بيعملوها بره بناخدها ونقلدهم فيها تحت شعار الحرية؟ في واحد اسمه كارل يونغ قال إيه بقى؟ الغرب عمالقة في التقنية، أقزام في الأخلاق. رحنا واخدين إحنا أخلاقهم وسيبنا لهم التقنية. الله علينا.